أهلا وسهلا بيكم، إن شاء الله تكونوا بخير. شقفة اليوم جايكم من دار حموية، وبالتحديد في كوجينة حماتي حياتي. إن شاء الله اليوم حضرت لهم شوربة شعير بالحوت، لازانيا باللحم مفروم، حضرت دي ميني ساندويتش بكعب الدجاج، وسلطة بلانكيت. حاسيلو نودكم وما نشهيكم. يلا تابعوني شوف مع بعضنا كيف باش نحضروا الشقفة متاعنا إن شاء الله لليوم. نبداو بسم الله. خديت الحويتات هذوما باش نطيبهم في الماء وحدهم، باش هكاكا الحوت ما يتحلش في الشوربه وما يسيبش الشوك نتاعو. باش نزيدهم سنتين تاع ثوم، باش نفوحهم بشويه من التابلو كرويه. على راس المغرفه كمون، شويه فلفل اكحل، ملح، شويه زيت زيتونه. نخليهم هكا ديب ما يغليو شويه ونزيدهم للشوربه. نحضروا توا شوربه الشعير. حطيت زيت زيتونه، رص بصل هكا مقصوص جويد، مغرفة متاع ماكلة من طماطم كونسونطري، نقليها شوية معاك البصل. باش نزيد عليها 4 مغارف كبار من شوربة الشعير الدياري، وتوا باش نمرقها بالماء اللي طيبت فيه الحوت. بالطبيعة باش نصفيوه باش هكاكا ما يتعداش الشوك والكل. باش نفوح مغرفه كبيره فلفل احمر، شويه من الفلفل الاكحل، هكا هوا، وزدت الملح خاطر نسيتو هكا من الاول. ديجا الماء اللي طاب فيه الحوت مفوح حاضر. باش نزيدو الكلافس اللي تبنن الشوربه نتاعنا على الاخر، ونمرقها توا بالماء سخون. وباش نزيدها مغرفه كبيره من الهريسه العربي، نغطيها ونخليها تطيب على روحها. توا نتعدى باش نحضر الصوص نتاع اللازانيا، صوص لحم مفروم. حطيت مقدار كاس نتاع زيت زيتونه، شويه من البصل مقصوص، 4 سنون ثوم باش نرحيهم. زدت عليهم اللحم مفروم، نقليه زاد شويه معك البصل والثوم. نزيد عليهم طماطم فرشكه مرحيه 4 كعبات، وريقه رند. وباش نزيدهم مقدار هكاكا مغرفه ونص من طماطم كونسونطري، نخليهم يتقليو شويه مع بعضهم. وتوا باش نفوح بمغرفه كبيره فلفل احمر، مغرفه كبيره من التبل كرويه، شويه فلفل اكحل، وبالطبيعه الملح اللي نسيت ما حطيتوش في الشوربه وفي الصوص نتاع اللحم مفروم، زدتهم من بعد. مرقتها بالماء سخون هكا، زدت توا الملح. وزدت زاده الهريسه العربي مغرفه كبيره. توا نغطيها كيف كيف ونخليها تطيب على روحها. باش نحضر توا العجينه نتاع الميني ساندويتش. حطيت ساشي خميره خبز، مغرفه صغيره من السكر، ماء دافي خليتهم تفاعلوا شويه. زدت 4 مغارف كبار زيت زيتونه، وكعبه ياغورت كامله ناتور، هذيك تخلي العجينه نتاعكم طريه، ومغرفه صغيره من الملح. نزيدهم 500 غرام فرينه، ونلم البات نتاعي تكون هكا تتلصق شويه في اليد وطريه. توا دهنتها بشويه زيت بعد ما تعجنت بالكدا بالكدا، غطيتها ونخليها ترتاح على روحها على قليله نصيف ساعه. نتعدى توا باش نقلي كعب الدجاج اللي خذيتهم ديجا حاضرين، هذوما لي ميني ساندويتش بنين على الاخر الحقيقه. توا باش نتعدى للشربه بعد ما برد الحوت ونظفته هكا من الشوك نتاعو. في الاخر بالكل نرميه، خليها ديب هكا شويه ونطفي عليها. هذه الصوص نتاع اللازانيا زاده حضرت، خليوها هكا جيريه شويه. توا سيي طفيت عليها، وكيف كيف الشربه سيي حضرت. رجعت توا لعجينة لي ميني ساندويتش، ما شاء الله طلعت بالكدا وخمرت بالباهي. ديجا زيتها باش نقسمها على زوز. دهنت البلون طرافاي بشويه فرينه ما تكثروش. حليت البات نتاعي هكا، ما يلزمهاش تكون هكا خشينه برشا، ما يلزمهاش زاد تكون جويده، تبدا متوسطه باش هكاكا لي ميني ساندويتش ما يجيوكمش هكا منفوخين برشا. خذيت الابيض نتاع كعب عظم، شويه هكا من الحليب باش ندهن بيه السيرفاس الفوقانيه نتاع العجينه، باش هكاكا كي نسكروها ما تلصقش في بعضها في التياب. فوالا. بالطبيعة الفور لهنا حليته على 180 درجة من الفوق ومن اللوطة، يسخن بالمسبق. حطيتهم فوق طبق الفور، تحتهم بابي كويسون. وفي الاخر بالكل باش ندهنهم باللي بقى من الابيض العظم وشويه الحليب، باش ياخذوا اللون المزيان هكا من الفوق. رشيت عليهم شويه سينوش، تنجموا ترشوا فيح الخبز كيما تنجموا تخليوهم كيما هما. حطيتهم في الفور. تو باش نتعدى نحضر سلطه بلانكيت لو طون تاع الساندويتش، خاطر اليوم باش نستعمل برشا الفور في اللازانيا وفي الميني ساندويتش وفي سلطه بلانكيت. دونك خديت بلانكيتا بيتا، حضرت لها زيت زيتونه، سنه ثوم، شويه فلفل اكحل وشويه ملح، ندهن بهم الخبز هكا من الفوق، يجيكم بنين وفاوح يعمل كيف بالحق. الثوم ياسر يبنن سلطة بلانكيت. توا بعد ما كملت كيف كيف باش نحطهم في الفور.
توا باش نحضر الصوص بشاميل. حطيت 4 مغارف كبار مليانين من الزبدة، زدت عليهم قدهم فرينة، على كل مغرفة زبدة مغرفة فرينة. نحرك من الأول الفرينة مع الزبدة بالكدا بالكدا، فوالا. وتوا باش نزيد إترا حليب كاملة بالطبيعة. لهنا تحركوا ما تقصوش كيما تحضروا الكريم باتيسير بالضبط. في الاخر بالكل هكا قريب الطيب زدتها شويه فلفل اكحل وشويه ملح وتكون عنا الصوص بشاميل حاضره. تو باش نحضروا اللازانيا. لهنا التصوير ما كانش مويتي بالكل الحقيقه، البلان فيه كوجين تحميتي ما عرفتش كيف نحط هكا الكاميرا، دونك ما خذيتليش البلان الكل ونعتذر معناها. اما راهو واضح موش يعني على الاخر. خذيت البيريكس، حطيت الطبقه الاولى برشا هكا مصوص بشاميل باش الوراق نتاع اللازانيا ما يشدوش في القاع. حطيت ورق اللازانيا انا ما نصمتهمش، جوست نخلي الصوص نتاع اللحم مفروم جاريه شويه باش هكاكا تطيب بالكدا. حطيت كونتيتي من الصوص، حطيت صوص بشاميل فوق منهم موتزاريلا تبننها على الاخر، وكيف كيف نعاودوا نفس الطريقه. بالطبيعه ما تعبيوش البيريكس للاخر باش هكاكا ما يفيد لكمش ويعمل لكم حاله في الفور، ماذا بيكم تخليوه هكا شويه نفس من الفوق. دونك سي اخر طبقه حطيت ورق اللازانيا، نشخشخها بالصوص بيشاميل ونشخشخها بالموتزاريلا، نغطيها بابيي كويسون، نحطها في الفور على 200 درجه من الفوق ومن اللوطه، وفي الاخر بالكل نحي البابيي هذاك باش تاخذ اكل اللون المزيان. رجعت توا لسلطه البلانكيت باش نكمل نحضرها. حطيت لها الهريسه، سلطه مشويه، باش نزينها بالزيتون، فلفل برلعبيد، معدنوس، أعظم مسموطة، تن، حسيلو، بنة، ما نحكي لكمش. هذوما لي ميني ساندويتش نتاعنا حضروا ما شاء الله، حاجه تعمل كيف. زدتهم صوص الجيريان من داخل، نجموا تزيدوا هريسه مايونيز كيما تحبوا نتوما. حطيت لهم هكا شويه من الليتو اللي سبق وغسلته، ترانش من الطماطم، والكعبوره نتاع الدجاج هذيك اقسمتها على زوز، حاسيلو بنين بنين يعملوا الكيف. فما هكا وحود زينتهم بالصوص الجيريان هكا من الفوق. اللي بقى من الكعابر الدجاج زينته هكايا بشويه معدنوس، وحطيت عليه لي صوص اللي استعملتهم الكل، صوص الجيريان، كاتشاب، الباربيكيو، المايونيز. ما نحكي لكمش على البنه، وسهلين وياسر مزيانين فوق الطاوله. فوالا اللازانيا نتاعنا كيف كيف حضرت توا، سيي الاذان اذن ديجا، نزرب على الاخر على الاخر على الاخر. قصيتها ما نعرفش كيفاه، حسيلو اما بنينه تهبل. دونك حطيتها هكا في الصحين جست باش نوريكم هكا. وفيت في مشيت حطيت لهم الشوربه اللي جات بنينه زاده كيف كيف. وهكا نكون كملت المنيو نتاعي ان شاء الله اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش كالعاده باش تشجعوني باللي جيم ولي كومنتير. مرحبا بكم الناس الكل، وشهيه طيبه.